الا الخبز، الا المأكل والملبس والمشرب، دول بس. احنا ما بنطالبش بعربيات ترخص، ما بنطالبش بسجاير تقل، المأكل والمشرب ده بس اللي بنطالب بيه. فارجو الساده المسؤولين، ومش هستثنى حد من اول الرئيس لغايه الغفير، اي حد في ايده مسؤوليه لازم يقوم بها تجاه الشعب المصري. الشعب المصري تعب جدا قبل وبعد، قبل الثوره وبعد الثوره الناس تعبانه جدا، امال عريضه في نيه مفيش حاجه اتحققت ومفيش حاجه هتتحقق. قلت لهم احنا ما عندناش حته الوازع الديني والوازع الضميري. فارجو يعني طبعا بعتذر المشاهدين من اللهجه بتاعتي الشديده، لان فعلا والله ما تتخيلوش الحاجات اللي بتوصلني. ما تتخيلوش مثلا الناس بتكلمني عشان خاطر مش لاقي يجيب لاهله عشاء، ولا مش لاقي يدفع دروس خصوصيه، ولا مش لاقي يكسي عياله في عيد وبتاع. مش كده يا جماعه. مصر فيها خير. لما نبص البلد اللي فيها خير جدا، فيها خير كتير. مصر فيها خير كتير جدا. ومفيش الخير ده الناس مش حاساه ومش لامساه ومش شايفاه. يبقى العيب فين؟ العيب في الناس ولا العيب في الاداره؟ في المنظومه التنفيذيه اللي في البلد. حوالينا بلاد كتير جدا عندهم حاجه واحده من اللي عندنا. بلد عندها اثار بتطلع فوق، بلد عندها بترول بتطلع فوق. احنا عندنا اثار وبترول وقناه سويس وايد عامله. عندنا ايه بقى تاني؟ عندنا شويه حراميه، عندنا شويه ناس ما عندهاش ضمير، عندنا شويه ناس مش حاسه بالناس التانيه اللي تحت. ده اللي عندنا في مصر. فالحين بس على مصر بتاعها مصر خلاص.